اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. سمعنا ان شخصيه مول مان هيظهر في فيلم فانتاستيك فور الجديد، لذا النهارده هنستغل الفرصه ونتكلم على مول مان في الكوميكس، ناخد فكره عنه عن قدراته. مول مان هو شخصيه تبع مارفل كوميكس، اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر اغسطس سنه 1961. الكلام ده كان في العدد رقم واحد من ست الكوميكس فانتاستيك فور على ايد العظماء ستانلي وجاك كيربي. هو سوبر فيلن، اسمه الحقيقي هو هارفي روبرت إلدر، اتولد سنة 1910. كان بيعاني من التنمر من وهو صغير بسبب هيئته الجسدية وضعف بصره. بيكبر بيبقى عالم، بيسمع عن مكان بيقع في مركز الأرض، بيلف في العالم وبيدور عليه. بيراقب فريق اسمه مونستر هانترز، ده بيبقى معاهم على نفس الطيارة، بيرموه منها، بيقع في المية وبيلاقي مكان اسمه فالي اوف دايموندز، هناك بيتعمى. بيسمي نفسه مول مان، وبيحكم مملكة في العالم اللي تحت الأرض اللي اسمه سبترانيا. بيحكم عرق بيبقى اسمهم الميلويدز، دول لون جلدهم اصفر، كان عملهم الديفيانس. برضه هناك بيلاقي تكنولوجيا تابعة للديفيانس وبيتقن استخدامها، وبيعرف يسيطر على كائنات اسمها ديفيانت ميوتيتس، وبيطور حاسة الرادار عنده بالإضافة لطول العمر. بيلاقي مجموعة من الديفيانس المرضى، بيعالجهم، بيحب واحدة منهم، بيخلف منها طفل. الطفل ده بعد كده هيتسمى مول مونستر. هو بعد كده بيقرر الانتقام من عالم السطح اللي نبذه عن طريق ان هو يدمر محطات الطاقة. فانتاستيك فور بيتصدوا له، دي كانت اول مهمة ليهم على الاطلاق، مما يجعله اول عدو ليهم. هو بعد كده بيكمل مؤامرات ومخططات ضد عالم السطح، من ضمنها ان هو كان عايز يعمل حرب نووية ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي. مرة تانية كان بيخطف فريق فانتاستيك فور وبيبقى عدو للافينجرز، وكان في كل مرة بيفشل. بيقتحم زفاف مستر فانتاستيك وانفيزيبل جيرل، بيخش في صراع مع عرق تاني تحت الارض اسمهم التايرانويدز. بينشئ ملجأ تحت الارض للناس اللي نبذهم المجتمع، بيبقى اسمهم الاوت كاست. هو بتجيله فترة بيبقى مسيطر فيها على فاونتن اوف يوث او نبع الشباب، بيحب واحدة اسمها كالا، ودي بتنتمي لمجموعة من البشر اللي كانوا عايشين في اطلانتس بس بينجوا دلوقتي عايشين في سبترانيا. وبيتخلى عن احقاده تجاه عالم السطح. الديفيانس بيرجعوا بيبقوا عايزين التكنولوجيا بتاعتهم، فهو بيضطر ان هو يتحالف مع التايرونويدز واللافا من، بيطلبوا مساعدة الافنجرز وبينتصروا. هو بتجيله فترة بيتحول فيها لحيوان خلد حقيقي، وبيرجع بعد كده لمكان عليه. بنشوف ان هو بيبقى حليف لادم وورلوك والانفينيتي واتش، وبيخلي مونستر ايل مقر لعملياتهم. هو بعد كده بيموت وبيرجع تاني على قيد الحياة. في الكروس اوفر بتاع مارفل ودي سي هو بيروح جوثام، بالتحديد البات كيف. بعد كده بيعرف ان الميلويدز دول اتصنعوا من قبل الديفيانس عشان يبقوا سلاح بيولوجي ضد كائن اسمه ابوكاليبس بيست. الكائن ده بالفعل بيجي، اغلبهم بيضحوا بنفسهم وبيحقنوا نفسهم فيه. بنشوف ان مول مان بيبقى متضايق جدا وبيكتئب. هو بعد كده بيخش في صراع قصاد الدير ديفل. بعد كده ابنه مول مونستر بيبقى متضايق منه عشان سابه هو وامه، بيعمل تمرد عليه. بعد كده بنشوف ان دكتور دوم بياخد حكم مونستر ايل وبينفي مول مان لاعماق الارض. احنا دلوقتي هنتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو عنده حاسة رادار متطورة عشان تعوضه عن فقد بصره. هي قوية جدا بس مش لدرجة دير ديفل. عبقري وبيعرف يستخدم التقنية بتاعت الديفيانس المتطورة وعمل عليها تعديلات كمان. متعلم اساسيات المبارزة بالسيوف، وعنده اسلحة على شكل عصيان. بالنسبة لظروف الأعمال الفنية فهو ظهر في مسلسلات الأنيميشن فانتاستيك فور بتاع الستينات، بتاع السبعينات، بتاع التسعينات. فانتاستيك فور وورلد جريتست هيروز، هالك اند ايجنتس اوف سماش، ذا مارفل سوبر هيروز، بالاضافه لسوبر هيروز سكواد شو. بالنسبه للافلام ظهر في فيلم اللايف اكشن فانتاستيك فور سنه 2015، وان شاء الله هيظهر فيلم فانتاستيك فور اللي هيتعرض كمان شهر اللي اسمه فانتاستيك فور فيرست ستيبس، وظهر في 5 العاب فيديو جيمز. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على مول مان في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت كنت تسمع عن الشخصيه دي قبل كده ولا لا، ايه رايك فيها، وايه توقعاتك لفيلم فانتاستيك فور. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.